بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات مشاهدي قناة نارت الفضائية الحبيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يصادف اليوم 16 من شهر تشرين أول عام 2017 الذكرى 85 لتأسيس الجمعية الخيرية الشركسية في الأردن. وأنتهز هذه المناسبة السعيدة لأتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريك للمجتمع الشركسي الحبيب على هذا الإنجاز الراقي، على هذه الاستمرارية الكبيرة بتأسيس الجمعية الخيرية الشركسية عام 1932. هذه الجمعية التي تأسست لتنفيذ مجموعة من الأهداف والغايات، منها المحافظة على التآلف، تعزيز التآلف والثقة والتكاتف والتضامن والتكافل بين أفراد المجتمع الشركسي الواحد، وتعزيز حركة انتمائهم واختلاطهم وتعاملهم مع المجتمعات التي يعيشون بينها، بالإضافة إلى القيام بالأعمال الخيرية وتقديم المعونة للعائلات المحتاجة والأفراد المحتاجين، ومن ثم بعض النشاطات الرياضية. هذا كله وفقا للمادة 7 من النظام الأساسي للجمعية الخيرية الشركسية. يضاف إلى هذه الأهداف والغايات التي أنشئت هذه الجمعية العريقة من أجلها قبل 85 عاما مجموعة من النشاطات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى رفع سوية المجتمع الشركسي ورفع قدرته على المساهمة في رفعة وتقدم المجتمع الأردني تحت ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم حفظه الله ورعاه. هذه الجمعية منذ أن تأسست عام 1932 مرت في مجموعة كبيرة من التطورات. أحد مفاصلها الأساسية والرئيسية كان إعادة التسجيل في خمسينيات القرن الماضي. بعد إعادة التأسيس التي كانت بسبب استحداث وزارة التنمية الاجتماعية في ذلك الوقت، مرت الجمعية بمجموعة من التغيرات والتطورات الهامة جدا، والتي أثرت قدرتها على التأثير في المجتمعات المحيطة وقدرتها على تقديم المعونات والمساعدات لمجموعة أكبر من العائلات، بالإضافة إلى انتشارها في مناطق جغرافية أكبر على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية. ولذلك وفي سنة 1958 تم تأسيس أول فرع من فروع الجمعية الخيرية الشركسية في صويلح. تبع هذا التأسيس في عام 1961 3 فروع، أحدها في ناعور والآخر في وادي السير والثالث في رصيفة. ثم تبع هذا التطور تأسيس فرع الزرقاء عام 1964، وتبع ذلك تأسيس أيقونة الجمعية الخيرية الشركسية الفرع النسائي عام 1970. تبع هذا التأسيس عام 1984 تأسيس فرع جرش. بهذا اكتملت المنظومة لفروع الجمعية الخيرية الشركسية حتى تتمكن من القيام بأهدافها وواجباتها، التي أضيف عليها مجموعة من الأهداف الأخرى مثل إقامة المرافق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كذلك القيام بمجموعة من الاستثمارات الاقتصادية لتنمية قدرتها على القيام بواجباتها، بالإضافة إلى تقديم المعونات للطلبة المحتاجين ومساعدتهم في متابعة دراستهم في الجامعات سواء كان داخل الأردن أو خارج الأردن. حتى تقوم الجمعية بهذه الأهداف العظيمة الكبيرة، قامت بإنشاء مجموعة من المنشآت التي تساعدها على القيام بأهدافها. من هذه المنشآت تأسيس مدارس سمو الأمير حمزة بن الحسين عام 1974، واستمرت هذه المدارس في النمو من حضانة صغيرة حتى وصلت إلى مدارس ثانوية تقوم الآن بتدريس ما يزيد على 900 طالب. بالإضافة إلى ذلك قامت الجمعية الخيرية الشركسية من خلال فرعها النسائي بإنشاء المطبخ الإنتاجي، ومن ثم تبع هذا المطبخ إنشاء مطعم سماور الذي يقوم بتقديم الطعام والشراب والأكلات الفلكلورية الشركسية للزوار من جميع المناطق. بالإضافة لذلك تم إنشاء مجموعة من المرافق الأخرى في كل من رصيفة ووادي السير، حيث أنشئت في وادي السير روضة وحضانة سمو الأمير علي بن حسين، وفي رصيفة حضانة البيت السعيد، حتى تتمكن من خدمة الطلاب والأطفال المحيطين في المجتمع المحيط في هذه الفروع للجمعية الخيرية الشركسية. لكن
مع مرور الزمن، تطور المجتمع الأردني، التغيرات الديمغرافية التي حدثت في المملكة الأردنية الهاشمية، التطورات في المجتمع الشركسي أيضا، صار في عندنا حاجة ملحة حتى تتوسع الجمعية في تقديم خدماتها الاجتماعية. فصار إنشاء لجنة التكافل الموحد عام 1997 حتى تقوم بتقديم المعونات والمساعدات لأكبر قدر ممكن من العائلات المحتاجة من داخل المجتمع الشركسي ومن خارج المجتمع الشركسي أيضا. وتقوم هذه اللجنة حاليا بهذا الموضوع باقتدار وفعالية عالية. عام 2011 بدأت عندنا تغيرات أيضا ديمغرافية جديدة، حيث طرأ علينا طارئ الحرب الداخلية في سوريا الشقيقة، وما نتج عن ذلك من لاجئين دخلوا المملكة الأردنية الهاشمية. فتم إنشاء لجنة متخصصة سميت لجنة إدارة الأزمات حتى تعنى بموضوع اللجوء السوري وتقدم الخدمات الاجتماعية الكفيلة بتقديم معونة للعائلات اللي محتاجة من اللاجئين السوريين اللي كانوا خارج مخيمات اللاجئين. اكتملت هذه المنظومة بإنشاء مجموعة من اللجان أيضا اللي بتساعد على تقديم الخدمات اللي الجمعية تقوم فيها، وهي من أساسها من صلب واجباتها وغاياتها التي أنشئت من أجلها عام 1932. من ضمن هاي اللجان مثلا لجنة الطالب، لجنة وصندوق الطالب، اللي الآن يتم العمل على وضع الأسس ووضع التعليمات الناظمة لعملها حتى تتمكن من القيام بتقديم خدمة تدريس الطلاب في الجامعات والمعاهد داخل الأردن وخارج الأردن. هذه المنظومة الثقافية الاجتماعية الاقتصادية التي تطورت مع نمو الجمعية الخيرية الشركسية ما كان لها أن تتطور هذا التطور وتنمو هذا النمو لولا تكاتف المجتمع الشركسي بكافة أفراده، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، حول جمعيتنا الحبيبة، وعملهم الدؤوب على الارتقاء بهذه الجمعية حتى تتمكن من تقديم هذه الخدمات لكافة أفراد المجتمع، سواء من داخل المجتمع الشركسي أو من خارج المجتمع الشركسي. اليوم بعد مرور 85 عاما على تأسيس هذه الجمعية الحبيبة، باسمي وبالنيابة عن كافة أعضاء الهيئة الإدارية حاليا أتقدم بالتهنئة للمجتمع الشركسي على هذا الإنجاز الراقي، وأتمنى المزيد من النمو والازدهار لجمعيتنا الحبيبة، وأتمنى أن تتمكن من تحقيق أهدافها التي تم تأسيس هذه الجمعية من أجل تحقيقها منذ 85 عاما عام 1932. شكرا لكم لاستماعكم، وشكرا لقناة نارت على اهتمامها الدؤوب بكافة هذه المناسبات وقيامها بتغطية هذه المناسبة أيضا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.